مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة الاخبار من الفضائية الاريترية، معكم فيها شابر ايا والمسهل بهم وابرز العناوين. اجتماع صحي باقليم القاش بركة. تطور ملحوظ في الخدمات الاجتماعية بمديرية قارورة. دورة تأهيلية لرفع كفاءة الموظفين بالقاش بركة. محادثة ألمانيا صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية. الثلوج تغطي موسكو وشلل مروري. وقتلى وجرحى في تصادم قطارين في أمريكا. مرحبا بكم. دعت وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين في الاجتماع التقييمي الذي عقد في الإقليم الجنوبي، دعت إلى تعزيز جهود المهنيين الصحيين والجهات الحكومية من أجل استدامة الإنجازات المحققة على مستوى البلاد في المجال الصحي. وذكرت الوزيرة أمينة نور حسين في الاجتماع الذي عقد في الأول والثاني من فبراير الجاري بمدينة منفرة عن تحقيق إنجازات صحية عالية في الأعوام الماضية للحد من الأمراض، وخاصة وقاية ومراقبة الأمراض المعدية والإيدز والملاريا والسل، بالإضافة إلى انخفاض نسبة وفيات الأمومة والطفولة إلى أدنى مستوى لها منوهة، إلى أنه يتطلب بذل الجهود المنسقة للحفاظ على النتائج المحققة وتفعيلها أكثر. وأشارت الوزيرة أمينة إلى أن الأنشطة الجارية في تطور وتوسيع انتشار المؤسسات الصحية من حيث النوعية والكمية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والقدرات البشرية كانت فعالة، موضحة أن العمل جاري لتطوير الخدمات الصحية عامة وتطبيق أنشطة الخطة الخمسية الاستراتيجية على أرض الواقع. من جانبه قدم مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي السيد يماني هايلي تقريرا مفصلا حول البرامج الصحية المنفذة ونتائجها في العام 2017، أوضح فيه انخفاض نسبة الإصابة بمرض الملاريا في العام الماضي مقارنة بعام 2016 ب 55%، بينما انخفضت نسبة الإصابة الجديدة بالإيدز إلى تحت المستوى. وبعد أن ذكر بأن الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية تتطلب منح اهتمام أكبر، ناشد بتعزيز المشاركة والمساهمة المجتمعية الواعية. وأشارت التقارير التي قدمتها المديريات إلى توزيع أكثر من 325 ألف ناموسية في 12 مديرية بالإقليم، وتقديم فيتامين ألف لأكثر من 85 ألف من الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم جوبرو كروستوس، أوضح بأن الإنجازات المحققة في المجال الصحي تبرز جهود المهنيين الصحيين والاستثمار الجاري في هذا المجال، مشيرا إلى الدفع بقوة بأنشطة الصحة البيئية من أجل ضمان صحة المجتمع. وتشير مستندات مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي إلى وجود مستشفى مرجعي و4 مستشفيات ومستشفيان أهليان و9 عيادات و44 مركز صحي. صرح مدير مركز أمهميمية الصحي الممرض بركة هابتزين بأن المهنيين الصحيين قاموا العام الماضي بتنفيذ برنامج واسع لتطعيم الأطفال، وذلك بالتحرك إلى كافة المناطق البعيدة في المديرية، مما حقق نتائج عالية. وذكر الممرض بركة بأن سر نجاح البرنامج يكمن في توفير الأدوية اللازمة والمعدات الطبية المتكاملة وتسهيل خدمات المواصلات في أوانها، ما ساهم في ارتفاع عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة الضعف. وبعد أن ذكر بتدني الإصابة بمرض الملاريا في كافة إدارات الضواحي في المديرية بفضل الأنشطة الناجعة التي نظمت للوقاية من الملاريا، أضاف الممرض برخت بأن المركز الصحي الذي يحوي سيارة إسعاف في منطقتي أمهميمي ودقي قارورة يعمل على تقديم خدمات صحية نشطة وفعالة. من جهة أخرى، أشار المدير التنفيذي للمديرية السيد محمد عمر درار إلى حل إشكالية خدمات الاتصالات نتيجة لبدء خدمات الاتصالات في المديرية رسميا. وأوضح السيد محمد عمر بأن سكان المديرية في الماضي كانوا يجبرون للذهاب إلى مناطق أخرى تتوفر فيها خدمات الاتصالات، مما كان يسبب لهم عبئا اقتصادي، مشيرا إلى أنهم تنفسوا صعداء في الوقت الحالي بفضل بدء خدمات الاتصالات في مديريتهم. من جانبهم عبر السكان عن سعادتهم وارتياحهم لما قامت به مؤسسة إيرتيل لحل الإشكالية.
نظمت في إقليم القاش بركة دورة تأهيلية ل50 من الموظفين القادمين من 15 مؤسسة حكومية بالإقليم تهدف إلى رفع قدراتهم وكفاءتهم من أجل تقديم خدمات شعبية نشطة وفعالة. وأكد الأستاذ حيدر هابتاي مسؤول الخطط والأبحاث والتأهيل في مكتب التعليم في الإقليم بأن الدورة التي انتظمت نظريا وتطبيقيا كانت فعالة بفضل الجدية والاهتمام الزائد الذي أبداه الدارسون، حيث أكمل 92% من الدارسين الدورة بكفاءة عالية. كما اختتم المعلمون الشباب أعضاء حرس الحدود الذين كانوا يدرسون في داخلية لاتروفا في مديرية فورتو ساوا ضمن برنامج عريوت دورتهم لعام واحد بنجاح. وفي التقرير الذي قدمه مدير داخلية لاتروفا الأستاذ منصور عثمان أوضح بأن 105 من الشباب المنخرطين ضمن برنامج تعليم الكبار لهذا العام استطاعوا إتمام تعليمهم بنجاح، كما انتقل 82% من أصل 105 من الطلاب بما فيهم 29 من الطالبات الذين تلقوا تعليما نظاميا إلى المرحلة القادمة. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مسؤول مكتب التعليم في الإقليم والأستاذ محمد علي إبراهيم نوه فيها على وجوب استمرارية مثل هذه البرامج التعليمية. يذكر بأن داخلية لاتروفا التي افتتحت في عام 2016 بضاحية فداداب بمديرية فورتو ساوا تقوم بمنح خدمات التعليم للرحل والمقيمين بالتعاون مع وزارة التعليم وقيادة حرس الحدود. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالإقليم الأوسط في الاجتماع الذي عقده في 2 من فبراير الجاري عن إنجاز أعمال ملموسة في الحد من العادات الضارة وخاصة ختان الإناث وزواج القاصرات. وألقت مسؤولة الفرع السيدة آلم بلاي كلمة في المناسبة أوضحت فيها البرامج المنفذة والإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياسية والإدارية، منوهة إلى استمرارية المشاركة الفعالة التي أبدتها المرأة في العام 2017. كما أوضحت عن توزيع 4 مضخات تعمل بالطاقة الشمسية ل20 من النسوة الناشطات في البستنة بمديريتي سرجغة وقالا نفعي. وأشارت السيدة آلم بلاي إلى تدني تمثيل المرأة في أنشطة انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين المنتظمة في الإقليم، مناشدة المرأة لتعزيز مشاركتها في المجال السياسي مستفيدة من الفرص المتاحة لها. وقدمت المشاركات آراء ومقترحات بناءة من ضمنها الدفع بقوة للسمينارات القانونية ومنح فرص واسعة للشابات لتبوء المراكز القيادية في الاتحاد والعمل بقوة في برنامج الادخار والقروض المسقرة وغيرها من المقترحات البناءة. وتوجد في الإقليم الأوسط أكثر من 75 ألف عضوة منضويات في 1016 مجموعة. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. على الصعيد العالمي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المحافظين الذين تتزعمهم سيخوضون مفاوضات صعبة مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في إطار سعي الطرفين لتشكيل حكومة ائتلافية، وذلك فيما لم يتضح متى يمكن الانتهاء من هذه المحادثات. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات العامة، ما زالت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا في مأزق سياسي مع قيام حكومة جديدة. ويريد المعسكران الاتفاق على تجديد الائتلاف الكبير الذي يحكم البلاد منذ 2013، لكن بعد الساسة يقولون إن المحادثات قد تستمر إلى الثلاثاء. واتفق الحزبان بشأن الطاقة والزراعة، لكنهما ما زالا يتجادلان حول الرعاية الصحية. ويرفض المحافظون حتى الآن دعوات الحزب الديمقراطي الاشتراكي لإصلاح شامل للتأمين الصحي، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تحسين الرعاية الصحية الحكومية. شهدت العاصمة الروسية موسكو الأحد الماضي تساقطا غزيرا للثلوج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى شلل المرور في العاصمة الروسية، بينما أجلت العديد من رحلات الطيران. وأفاد المركز الفيدرالي الروسي للإرصاد الجوية أن الثلوج التي بدأت السبت ولم تتوقف طيلة يوم الأحد تعد الأكثر كثافة منذ نحو 60 عاما. وحذر عمدة موسكو من تدهور الأحوال الجوية في الساعات المقبلة، داعيا السكان خاصة السائقين إلى الحذر. ويبلغ سمك الجليد الذي يغطي بعض المناطق في موسكو حاليا 43 سنتيمترا في ظل استمرار هطول الثلوج.
قال مكتب مقائد شرطة مقاطعة لكيسنغتون في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إن قطارا تابعا للشركة أمتراك اصطدم بقطار شحن في ولاية ساوث كارولينا، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 70 على الأقل. وقالت أمتراك في بيان إن القطار كان يقل 139 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وكان يتحرك بين نيويورك وميامي حينما اصطدم بقطار الشحن وخرج عن القضبان. كما قال مكتب قائد الشرطة إن كل الركاب قد غادروا القطار. وبعيدا عن أخبار الحوادث، توافد آلاف الأشخاص من جميع أنحاء الهند على قرية في ولاية البنجاب بشمال البلاد لمتابعة أنشطة مهرجان رياضي سنوي، ويتضمن هذا المهرجان عروضا لأشخاص يرفعون قوالب قرميد بأسنانهم ويقفون رأسا على عقب على زجاجات ويتسابقون بالجرارات الزراعية في منافسات حامية. وأقيم المهرجان الرياضي لقرية كيلا رايبور الذي يطلق عليه أولمبياد الريف للمرة الأولى عام 1933، ويتضمن ما يتراوح من 40 إلى 50 سباقا تنافسيا تمزج بين أنشطة رياضية متعارف عليها ومسابقات أخرى. واجتذبت أنشطة المهرجان ومن بينها عروض لرجال يحملون أوزانا ثقيلة بآذانهم ولحاهم العديد من المشجعين المتحمسين من أنحاء البلاد وحتى من الخارج إلى ولاية البنجاب. ويقول المنظمون إن الهدف من إقامة الألعاب هو الحفاظ على استمرارية تقاليد وثقافة البنجاب والسعي إلى ربط الأجيال الجديدة بجذورها. فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. توج المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين بعد أن هزم نيجيريا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة النهائية التي جرت في الدار البيضاء. وتحولت المباراة لصالح المغرب عند منتصفها، حيث أحرز اللاعب زكريا حدراف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما طرد اللاعب النيجيري بيتر إنجي موزيس في مستهل الشوط الثاني بعد حصوله على الإنذار الثاني. وأضاف وليد الكورتي الهدف الثاني لبلاده بعد مرور نحو ساعة من زمن المباراة، بينما أحرز حدراف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد ذلك بدقائق. وأكمل أيوب الكعبي الرباعية المغربية في الدقيقة 73 من زمن المباراة محرزا هدفه التاسع في البطولة التي يشارك فيها اللاعبون المحليون فقط. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.